ازيكم؟ انا ايمان خليل ودي حاجات عايزه ارغي فيها معاكم. كلنا عارفين ان كل البنات نفسها تتجوز، ولكن ليه ربنا دخل الشخص ده حياتي وربنا عارف ان الشخص ده احنا مش هنكمل مع بعض؟ ليه ربنا خلاني احبه واتعلق بيه وفجاه الشخص ده خرج بره حياتي؟ طب ما كان ما ظهرش من الاول؟ ما ربنا عارف ان العلاقه دي مش هتكمل، ما كانش ظهره اصلا في حياتي من البدايه. خليني اقول لك على جمله جميله سمعتها بتقول ان الناس او العلاقات موجوده في حياتنا for a reason or a season or a lifetime. يعني الناس بتدخل في حياتنا علشان سبب معين، أو لسيزون معين في حياتنا، أو لفترة معينة في حياتنا، أو لباقي حياتنا ناس بقى موجودة طول العمر. طيب، ما فيش علاقة ربنا بيحطها في طريقنا أو أشخاص ربنا بيوقفهم في طريقنا إلا لسبب. السبب ده مش لازم نهايته تكون الجواز، ودي حاجة كنت أتمنى أعرفها من وأنا صغيرة، وهي إن مش أي راجل يدخل حياتي أو شخص باتعرف عليه في حياتي نهاية العلاقة دي لازم تكون الجواز. لأ، أوقات بيكون وجود أشخاص في حياتنا هو درس ربنا بيعلمه لنا عن طريق الشخص ده، أو معلومة أو باب رزق ربنا عايز يفتحه لنا عن طريق الشخص ده. الشخص ده هيمشي بعد شوية، بس الحاجة دي هتكمل وهتستمر معانا. زي مثلًا إن شخص مؤذي دخل حياتنا علشان نتعلم بعد ما يمشي إزاي أتعامل مع الناس صح، وإزاي آخد بالي وما أتأذيش بالطريقة دي، أو إزاي أعرف أتعافى من أذية الشخص ده. إن في شخص بيدخل حياتي يهز ثقتي في نفسي علشان بعد ما يمشي أبتدي أدوّر على نفسي وأبني ثقتي في نفسي تاني وأعرف نفسي أكتر. إن في شخص ممكن يدخل حياتي ينصب عليّا، أو هو بينصب عليّا عشان أتعلم إن الطيبة الزيادة عن اللزوم دي بتخلّي الناس تطمع فيّا أو تستغلّني، فأتعلّم أكون حذرة، أتعلّم أعرف إمتى أدّي ناس، أبقى عندي عطاء وأبقى مدّي طيبة، وإمتى آخُد بالي إن الطيبة الزيادة عن اللزوم دي ممكن تأذيني. فالناس في حياتنا هي رسايل. في علاقات كمان بتدخل حياتنا بتكون بتفتح لنا باب رزق إحنا ممكن ما ناخدش بالنا غير بعد العلاقة دي ما تخلص. يعني أنا بالنسبة لي في علاقة دخلت حياتي كانت علاقة مؤذية جدًا، ولكن الشخص ده بعد ما مشي أنا اكتشفت إن أنا ما كنتش هاعرف أوصل للشغل ده من غير ما أعرف معلومة معيّنة من الشخص ده تخلّيني أكمّل في حياتي في طريق تاني خالص. طيب، هل أنا وقتها كنت فاهمة ده؟ لأ، أنا وقتها كنت شايفة الدنيا سودا، كنت شايفة حياتي انتهت، كنت شايفة إنه أنا هاكمّل حياتي إزاي من غير الشخص ده؟ ليه الشخص ده دخل حياتي؟ طب قلبي، طب والوعود، طب والحب والمشاعر وكل الحاجات دي هاعمل فيها إيه؟ وده اللي كل واحدة فينا بتحسّه في نهاية العلاقة، اللي هو أيوه، أنا قلبي، طب ومشاعري، طب والشخص اللي أنا اتعلّقت بيه، طب هاعيش إزاي من غير الشخص ده؟ والمفاجأة إن إحنا لمّا بنبُص على العلاقة دي بعد كام سَنة، بنقول إيه الهبل ده، أنا إزاي كنت مغفّلة كده؟ ما أنا عِشت من غير الشخص ده عادي، و وأنا استفدت من حاجات معيّنة في العلاقة دي. إنه ممكن تكون أنا بنيت شخصيتي أصلًا، أو أنا ما وصلتش للشخصية اللي أنا فيها دي لو ما كنتش اتأذيت من الشخص ده. أنا ما عرفتش نَفْسي كويس وما ثقّفتش نَفْسي كويس وما اتعلّمتش كويس لو ما كنتش قابلت الشخص ده. أنا ما خدتش بالي من نَفْسي وشياكتي وكذا لو ما كنتش قابلت الشخص ده. وهكذا على كل شخص بيدخل حياتنا بنكون اتعلّمنا منّه حاجة معيّنة. الشطارة بقى إيه؟ الشطارة إني أتعلّم إني ما أدخلش العلاقة بقلبي الأول. أتعلّم إنه أوكي، أنا هاقابل شخص لقيته مناسب في الصفات، ولقيت إنه في قبول ما بيننا، يعني في مجال إني أحب الشخص ده قدّام، بس أنا هاوقّف عضلة القلب دي شوية، هاسكّته شوية لحد ما أتعامل مع الشخص ده كويس، وأعرف صفاته وأعرف شخصيته الحقيقية، مش الشخصية اللي بيظهرها لي أنا دلوقتي في البداية. وده لإن إحنا already اتعلّمنا من العلاقات اللي فاتت. اتعلمنا إن في ناس بتبتدي العلاقة بشخصية وبعد شوية بتظهر الشخصية الحقيقية. فأنا لازم أكون اتعلمت من اللي فات، وإلا هابقى أنا عبيطة باخد الدرس تاني مرة و2 و3 و10 وهافضل أقع بنفس الوقعات لحد ما أتعلم الدرس واستفيد من اللي فات. طيب، إزاي مش هاحرك قلبي وأنا مثلًا كبنات إحنا مشاعرنا برضه بتتحرك بسرعة. لو برضه بقى لنا كتير ما دخلناش علاقة بنحس إنه بمجرد ما حد يقول لنا كلام حلو ويلعب على الحتة دي، فإحنا بنميل كده وبنتشد ليه. ولكن أقول لكم على حاجة برضه اتعلمتها من علاقات سابقة، إن أنا وأنا خارجة من العلاقة، أول ما أخرج من العلاقة دي، باجيب ورقة وقلم وأكتب إيه الحاجات اللي مستحيل أقبلها تاني
في العلاقات الجاية، الشخص اللي جاي أنا مش عايزة أشوف فيه 1، 2، 3، 4 مستحيل أقبلها، وإيه الحاجات اللي أنا حبيتها في العلاقة دي، فأنا أحب إن أنا ألاقيها بعدين، وإيه الحاجات اللي أذتني. وإيه الشخص ده إزاي اتغيّر، في نُقط كده معيّنة كل واحدة فينا بتخرج من العلاقة بتبقى عارفاها، بس إحنا للأسف مع الوقت بننسى، فلمّا بندخل العلاقة التانية ممكن نغلط أو نُقع في نفس الإيه، في نفس الأخطاء دي، فالحل إني أكتب، وقبل بقى أول ما يظهر شخص جديد أمسك كده اللي فات وأفتح وأقراه، ركّزي، فوقي، باشغّل عقل، باشغّل دماغي علشان العضلة اللي قاعدة هنا دي ما تشتغلش دلوقتي، مش وقتِك، مشاعر دلوقتي تركن على جنب، أنا عايزة أشغّل عقلي وعايزة أتفرّج على العلاقة الأول، أتفرّج على الشخص ده الأول بيتعامل إزاي معايا ومع اللي حواليه، مع أهله، مع الwaiter شكله عامل إزاي في العلاقة نفسها، وأنا لسه واقفة برّه، أشوف ربنا باعت لي الشخص ده علشان إيه، هل في سبب الأول أتعلّم الحاجة دي، هل في سبب أو رسالة ربنا عايزني أتعلّمها من الشخص ده، فاتعلّمها وأنا لسه محافظة على مشاعري، أنا ما دخلتش المشاعر فياخد الmessage ويمشي مع السلامة. أو لأ، الراجل ده والله بدأ يبقى كويس، بدأ ياخد خطوات رسمية، بدأت العلاقة تمشي في اتجاه صح، وفيه الصفات الكويسة اللي أنا عايزاها وهكذا، أوكي ممكن بقى وقتها أبتدي أشغّل المشاعر. عارفة إن في واحدة دلوقتي بتسمعني وبتقول لي: "بس أنا ما كنتش عايزة أتعلّم، أنا ما كنتش عايزة أتعلّم الدروس بالقساوة دي، أنا ما كنتش عايزة أتأذي وشخصيتي تجمد كده، ما كنتش عايزة مشاعري تبقى جامدة كده، أنا ما كنتش عايزة". دي حاجات أنا كنت باقولها لنفسي، كنت باقول أيوه أنا كنت عايزة شخصيتي الpure بتاعة زمان، الشخصية الطيبة اللي هي الشخصية العفوية العبيطة اللي مش فاهمة حاجة في الدنيا دي، أنا كنت أحب أبقى عايشة في نعيم الجهل مش في جحيم المعرفة. ولكن خلّينا نتّفق إن إحنا برضه عايشين في غابة، ما ينفعش مثلًا حيوانات عايشة في الغابة تكون لسه الأم لسه مخلّفة ولادها الصغيّرين وما تعلّمهمش إزاي يتعاملوا مع الغابة دي بقوانينها، ما تعلّمهمش إزاي يقفوا يصطادوا ويتعرّضوا للخطر علشان يوصلوا للأكل بتاعهم، وهي واقفة من بعيد بتراقبهم وبتتفرّج عليهم بيقعوا مرّة و2 و3 بس بتحميهم وتنقذهم، ولله المثل الأعلى، ربنا لازم يعلّمنا إزاي نعيش في الحياة اللي إحنا عايشينها دي، أصل ما ينفعش أبقى عايشة في الحياة وأنا طيبة وساذجة وعبيطة، وهاتاكل من كل الناس اللي حواليّا، هاتاكل من العلاقة دي والراجل ده هيدخل يستغلني والراجل ده هيدخل يستنزفني والراجل ده هيدخل يسرقني وهكذا، فما ينفعش إن ربنا يسيبني بشخصيتي اللي هي مش هتعرف تحل ولا تربط دي، وخلّينا برضه نتفق إن ربنا بيخرّجنا بكل سلاسة وأمان، وبنبُص ورا كده ونقول الحمد لله إن ربنا أنقذني من العلاقة دي لو كنت كمّلت فيها، دي حاجة مهمة إن إحنا برضه طول الوقت بنكون بنستخير ربنا في العلاقة دي، ونكون واخدين بالنا من رسايل ربنا بتقول لنا إيه، واخدين بالنا وفعلًا متوكلين على ربنا حق التوكل، أنا فعلًا باكون داخلة العلاقة أنا مسلّمة أمري لله سبحانه وتعالى، يا رب أنا باعمل كل اللي أنا أقدر عليه علشان أختار صح، اللي جاي بعد كده مش بتاعي، اللي جاي بعد كده هو إن أنا قاعدة باركّز وباتفرّج، باعرف بعد كده العلاقة دي عايزة منّي إيه قدّام بقى شوية. فخلاصة الموضوع إن الناس بتدخل في حياتنا مش لازم بتدخل عشان نتجوّزهم، الناس بتدخل في حياتنا عشان نتعلّم منهم دروس، عشان نتعلّم لمّا ييجي الشخص الصح أصلًا عارفة أفرّق بين الشخص الكويس بجد، وعارفة إزاي أتمسّك بالشخص الكويس، وعارفة إن الشخص ده toxic كده من أول العلاقة، فأنا أصلًا مش بادخلها. الناس بتدخل في حياتنا علشان نتعلّم منهم أو ناخد رسايل من ربنا أو يفتحوا لنا أبواب رزق جديدة إحنا ما نعرفش عنها حاجة وهكذا، ونتعلم من كل تجربة فاتت إن إحنا نختار صح في التجربة اللي جاية، اتعلم من كل تجربة فاتت إن أنا ما اشغّلش مشاعري إلا بعد ما أتأكد إن العلاقة دي ماشية في الاتجاه الصح والشخص ده يستاهل إن أنا أدّي له مشاعري، أتعلم إن أنا مش أي حد يدخل حياتي، مش أي راجل معدّي كده أدخّله حياتي عادي لأ، في حد يستاهل يدخل وفي حد مستحيل أصلًا ألتفت له أو أخلّيه يلعب بمشاعري، أتعلم أصلًا إن في جُمل وطُرق كل الرجالة بتعملها وكل الناس بتقولها في الأول فما اصدّقهاش، أنا بادخل أتفرّج على الراجل كده وهو بيقولها وأنا تمام، حلو، أنتِ أحسن واحدة في الدنيا، أنتِ اللي كذا وأنتِ، تمام، أهلًا وسهلًا، ادّيني بقى الشخصية الحقيقية بعد شهر، شهرين. يعني خلّينا برضه حاطين إنه في time limit كده اللي هو ال3 شهور، كانت الدكتورة بتاعتي قالت لي مرّة كده إنه ما تحكميش على علاقة مع شخص أو
ما تدخليش في جواز مع شخص قبل ما تعدّي 3 شهور، لإن الشخصية الحقيقية للشخص أو الإنسان ما بيعرفش يمثّل أكتر من 3 شهور، والصراحة هُم من تاني شهر تقريبًا، شهر ونُص بيكونوا ظهروا على حقيقتهم والعلاقة الحمد لله انتهت. فركّزي، ركّزي وأنتِ بتختاري واعرفي إن ربنا جنبِك واقف معاكِ، ما بيدخّلش حد في حياتِك لمجرد إنه يأذيكِ أو يلعب بمشاعرِك، لأ، ربنا بيعلّمِك درس معيّن، فاتعلّمي الدرس وركّزي في اللي فات كويس علشان تعرفي تركّزي في اللي جاي، خُدي تجاربِك اللي فاتت اتعلّمي منها صح، واخرجي بالنُقط الأساسية بتاعتِك وابذلي مجهود فيها، يعني ما تقوليش هو أنا محتاجة أقعد بقى ورقة وقلم اعملي ده علشان تتعلمي صح، علشان ما تفضلش التجارب تتكرر عليكِ بنفس الأخطاء اللي أنتِ غلطتيها قبل كده، وتكوني بجد استفدتِ واتعلمتِ من اللي فات. سلِّموا أمركم لله، خليكم واثقين إن ربنا إن شاء الله، إن شاء الله بيختار لنا الخير، وما فيش حاجة بيعملها لنا في حياتنا وحشة. اطلبي منه إن هو يعينِك على الاختيار الصح، وإنه يعوضِك خير عن كل التجارب اللي فاتت. لو وصلتوا لحد هنا فباشكركم إن أنتم كملتوا الحلقة معايا للآخر، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي comments قولوا لي فيها رأيكم في الموضوع، وهل فعلًا كنتم بتفكّروا بالطريقة دي أو حاسين إن أنتم لمّا بتدخلوا تجارب بعد ما تخرجوا منها وتبصوا وراكم كده بتكتشفوا إيه الدروس اللي أنتم اتعلمتوها من التجارب دي، وقولوا لي حابين نتكلم في مواضيع إيه تاني المرات الجاية. باي باي.